ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه من احلى الحلويات اللي هتعجبكم جدا. هنعمل مع بعض بطاطا بالبشاميل الحلو. الوصفه دي سهله جدا واقتصاديه وبجد طعمها يجنن. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان اقول لكم سر هيخلي البطاطا بالبشاميل مظبوطه زي بتاعه المحلات بالظبط. بصي الجمال، بصي الحلاوه، بجد تحفه جدا. يلا بينا على طول ندخل كده على الفيديو ونشوف المكونات البسيطة اللي احتاجناها في وصفتنا. اول حاجة انا جبت هنا عندي كيلو من البطاطا الحلوة. بدأت ان انا الاول غسلتها كويس وبعد كده قشرتها وبدأت اني اقطعها حلقات بالشكل ده. تمام. طبعا هنعمل فيها ايه، احنا بنقطعها بالشكل ده لان هنسلقها وممكن تشويها، يعني على حسب انتي عايزة ايه الاسهل بالنسبة لك تقدري تعمليه. طبعا بنقطعها بالسمك المتوسط ده، لا رفيعة قوي ولا سميكة، علشان ان شاء الله تاخد كلها سوا واحد وتستوي معانا ما تغيبش على النار. اقطع كل الكمية اللي موجودة معايا اهو. بصي السمك ده حلو جدا. خلاص خلصت كل الكمية. هبدأ اني اضيف عندي 3 معالق كبار من السكر او ما يعادل نص كوباية سكر او حسب الرغبة. وكمان هنضيف عندنا باكو من الفانيليا، ولو فانيليا خام تقدري تضيفي يعني حوالي ربع معلقة. هقلبها بالشكل الحلو دوت. والسائل اللي هضيفه علشان يسوي البطاطا تقدري تضيفي لبن لو انتي حابة كوباية من اللبن او كوباية من المية. تمام. انا هضيف هنا عندي ميه، انا مش هستخدم لبن. لو حابه تضيفي لتسويه البطاطا لبن مفيش مشكله. مش هنزود سوائل لان كده كده البطاطا بتنزل السوائل. ورفعتها على النار. قعدت معايا حوالي من 20 ل 30 دقيقة وكانت استوت بالمنظر ده، وهي نزلت السوائل اللي فيها. بمجرد ما استوت معايا هنبدأ بقى ان احنا نهرس البطاطا الحلوة بتاعتنا ديت. نهرسها كويس. تقدري طبعا تستخدمي هراسة البطاطس او الشوكة ايهما الانسب ليكي. وهضيف عليها لو حابة طبعا في المرحلة دي هتدوقي السكر بعد سوى البطاطا. لو احتاجتي انك تضيفي سكر تقدري تظبطي السكر زي ما انتي عايزة. كمان هضيف عليها معلقة كبيرة او معلقتين من السمنة البلدي، تديها كده ريحة حلوة جدا وطعم في منتهى الجمال. تمام. وكمان هضيف عليها احنا خلاص ضفنا فانيليا في الاول، حابة تضيفي تاني مش مشكلة. مش حابة خلاص. قلبتها لحد لما بقت معايا ناعمة وكريمية. نيجي بقى لسر الطعم البشاميل. هنحط عندنا الحلة على النار، نضيف فيها 3 معالق كبار من السمنة، وبعدين نضيف الدقيق ونقلب شوية بشوية. هنا عايزين الدقيق ياخد معانا اللون الفاتح علشان اتأكد كده ان الدقيق استوى معايا. خلاص. اهم حاجة عندي ان افضل اقلب علشان الدقيق ما يبدأش يغمق من الجوانب لو انا سهيت عليه. تمام. خلاص هتاخد معايا اهي، بدأ اهو يفتح معانا زي ما واضح كده معانا في الفيديو. هبدأ اضيف عندي اللبن واحدة واحدة بالتدريج. اهم حاجة برضو ان يكون اللبن بارد مش سخن. خلاص هنقلب بالطريقة دي ونفضل نقلب علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بما اننا طبعا بنعمل بشاميل حلو فاكيد هنضيف سكر وفانيليا. بس اهم حاجة ان القوام بتاع البشاميل يكون معانا قوامه برضو ناعم وكريمي. لو حابة تعملي مقدار نص كيلو بشاميل هتاخدي بالظبط نص مقدار السمنة والدقيق اللي احنا ضفناها في الاول. ولو حابة تعملي كيلو تمام. يعني فكرة البشاميل دي على حسب ذوقك واختيارك. تمام. كده انا ضفت هنا عندي السكر وكمان هضيف عندي الفانيليا. وده السر اللي هيخلي طعم البشاميل حلو وريحته بجد تجنن، اللي هي اضافة الفانيليا. انا ضفت هنا كمان بكوين مش باكو. انا بحب استخدم بصراحة الفانيليا الخام بس ما لقيتهاش، يعني رحت سألت عليها ما لقيتهاش فجبت خلاص بقى بواكي الفانيليا الجاهزة دي. بس طبعا الفانيليا الخام بتبقى ريحتها احلى بكتير جدا في الطعم كمان للحلويات الشرقية واي حلويات بنعملها بتدي طعم احلى بكتير. بس القوام هنا بدأ يتقل معايا ما شاء الله، حلو قوي قوي القوام ده. هطفي عليه.
هنجهز الصينية البايركس، بتقدري تدهنيها سمنة خفيفة. انا هنا دهنتها دهنة سمنة خفيفة، وكمان ضفت عندي هنا من البشاميل الاول. آم، عايزة اقولك الخطوة دي حلوة قوي وبتفرق وبتدي طعم لصينية البطاطا بالبشاميل بجد تحفة جدا. بسويها بالشكل ده. كمان عايزة اقولك لو ولادك مش بيحبوا البطاطا يعني في العموم، لا الطريقة دي حلوة جدا وهتعجبهم، خصوصا ان كل الاطفال بيحبوا البشاميل. فكمان لما هيبقى طعمه حلو فبالنسبة لهم هيحبوا فكرة ان هم ياكلوا البطاطا، وكمان هم اللي هيطلبوا منك الوصفة دي دايما. هبدأ اجيب عندي البطاطا وافردها بالشكل ده. تمام. اهم حاجة وانا بفرد البطاطا بفردها بطريقة تكون يعني كلها متناسقة، عشان في الاخر لما اجي اقطع من الصينية تطلع معايا شكلها حلو وتبقى مظبوطة، ما يبقاش مثلا في قطعة عالية شوية مرتفعة وفي قطعة لا يعني مش متساوية. فبنسويها بالطريقة دي. تمام. اخر حاجة هختم بيها طبعا هختم بطبقة من البشاميل على الوش بالطريقة دي. بصي ما شاء الله البشاميل بجد تحفة جدا. وزي ما اتفقنا مع بعض ان القوام ده تقدري حضرتك تتحكمي فيه براحتك، تقدري تخليه سميك خفيف زي ما انتي تحبيه بالظبط. تمام. بفرده معايا بالشكل ده. واهم خطوة هتديني اللون الحلو للوجه بتاع الصينية زي ما شفتيها كده معايا في الاول، رشة سكر. انا هجيب عندي اقل كمان من معلقة كبيرة سكر اقل يعني. انا هرش دلوقتي قدامك هتشوفي انا ما كملتش حتى المعلقة كلها، دي تعتبر معلقة سكر. انا رشيت كده بس على الوجه علشان تديني بس اللون المحمر الحلو للبشاميل اول لما يطلع معايا. وطبعا الصينية كده هتكون جاهزة معايا. هندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما الوش ياخد اللون الذهبي الجميل. نشوفها بقى ما شاء الله. شايفين الجمال؟ الوش محمر وريحتها بجد تجنن. خليني بقى اقطع لكم منها قطعة. وبصوا الجمال بتاعها هيكون عامل ازاي. بجد تحفة تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. كمان ممكن تسيبوها تبرد وتحطوها في التلاجة ساعتين وتقدموها ساقعة، بتبقى حلوة قوي 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 في الصيف. وجبة حلوة وخفيفة واقتصادية، وكمان ما كلفتناش اي حاجة خالص. وبكده تكون وصفتنا خلصت. بطاطا بالبشاميل الحلو وسهلة واقتصادية وطعمها بجد يفتح النفس. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ولو جربتوها وعجبتكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، واسيبكم في حفظ الله وامنه ورعايته، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.